في إطار ضمان تموين السوق الوطنية بالمواد واسعة الاستهلاك خلال شهر رمضان المبارك ومحاربة كافة أشكال المضاربة غير المشروعة، على إثر معلومات واردة إلى مستخدمي المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالبليدة مفادها تخزين بطريقة غير شرعية لكميات معتبرة من فاكهة الموز دون التصريح بها لدى مصالح تجارة بولاية بوليدة، بعد تنشيط عنصر الاستعلام حول مكان التخزين بالضبط. على إثر ذلك تنقل مستخدمو الفرقة مرفوقين بعناصر تابعين لمفتشي التجارة بدائرة بوفريك إلى المكان المعني الذي هو عبارة عن 6 غرف تبريد، 3 منها قام مالك البضاعة بتفريغها عن طريق بيعها رغم عدم نضجها دون التصريح بها لدى مصالح مديرية التجارة، في حين تم حجز 46 طن من فاكهة الموز كانت مخزنة على مستوى غرف التبريد 3 الأخرى. بعد التنسيق مع السيد وكيل الجمهورية المختص إقليميا سيتم إنجاز ملف قضائي ضد المخالفين عن جنحة المضاربة غير مشروعة، جنحة ممارسة نشاطات تجارية غير نزيهة، كما سيتم تسليم الكمية المحجوزة إلى المفتشية الإقليمية للتجارة ببوفريك لتسلم ما بعد لمصالح أملاك الدولة.